السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة. عندك سردينة رقيقة، هذا وقتها راهي تنباعها كرقيقة، ماهيش راهي تنباع كيما هكا رقيقة، ماشي تاع قليان. كون تقليها تجيك يابسة. اللهم نديروها شطيطها الله الله، حارة شوية. اللي ما عندهاش يعني اطفال تاعها ما ياكلوش الحارة ما ديرهاش. عندنا المقادير نسحقوا التوابل. عندنا كمون حرور وملح، عندنا حبه طوماطيس مرابيه مسكرفجه، ومغرف كبيره تاع طماطم مصبره، فلفل حار اختياري مجفف، وهنايا ثوم نديرو مغرف كبيره مليحه تاع ثوم. هذا ثوم اللي طحناته مع هذا دايرته درسه واجده، ونديرو معاها كميه واحد الفنجال تاع زيت شاي، عفوا فنجال تاع شاي زيت يكون معمر، خاطر تبغي هاد الليدام، هاد الوصفه الليدام. نبدو بسم الله. في المقله تاعنا نديرو المقادير التالي. هذا الحار نخلوه مع التالي. نديرو الزيت، يعني كميه مليحه. نديرو الزيت، قلنا فنجان شاي زيت. نزيدو ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، وحبه طماطم مسكرفجه. نزيدو التوابل. عندنا التوابل كمون حرور ملح، اللي عندها فلفل احمر ملحي ديره قد ديره. عندنا ثوم دقيقه، نعمر المغرف تاع الثوم ونعاودو ليكم. هنايا زدت مغرف كبيره تاع هواله تاع ثوم مدروس مع الفلفل الاحمر المجفف اللي هو هذا في القناوه هذا. ونديرو كاع هاد المقادير فوق النار حتى يعني تنطلق ريحه هذا الثوم، نحسوه بلي طاب. نزيدو له كاس محامي. نعاود المقادير. عندنا في كاس شاي زيت، ملعقه كبيره طماطم مصبره، حبه طماطم مسكرفجه، ملعقه صغيره كمون معمره مليح، نص ملعقه فلفل اسود، ملح، ملعقه كبيره معمره تاع ثوم مرحي مع فلفل احمر مجفف هذا يعطيها بنه مليحه. نحطوها دروك على النار، ومن بعد نزيدو لها كاس تاع الماء ساخن. نخلوها تبقبق كيما هكا. بعد ما تبدا تتقلى كيما هاك نزيدو لها كاس تاع ماء. من يبدا يغلي نضيفوا له السردين. والان بعد اللي راهي تغلي نضيف لها السردين بهذه الطريقه سهله مهله. اللون ماشي مليح. ها هو السردين تاعنا، خلوه
يطيب نقصوا له ونخلو فيه هذه الصلصه كما تشاهدوا، ونخلوه حتى نشوفوا الزيت طلع، يولي يعني واحد المذاق كيما السردين المعلب. نغطوا عليه نخلوه قلنا حتى واحد ربع ساعه حتى نلقوا الزيت طلع من الفوق والصلصه تقالت. وهذا ما كان، نخلوها طيب مع التلاب. دروك نطفوا عليه وجد معاه. وني درت له غمد، تشوفوا هنايا غمد، نسيت باش نقول لكم درت جوراقي غمد. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. شطيتها سردين جات ما شاء الله. تقدروا تزينوها بالمعدنوس ولا قزبر على حسب متوفر عندكم. كما قلت لكم نسيت في الاولى نقول لكم زوج وراقي رند، وتقدروا ديروها رشه تاع سكر. وهذه هي شهية طيبة، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في التعليقات. والى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله.